هل ساشعر بالجوع بعد العمليه؟ اسئله كثيره شائعه في دماغ الناس كتير. لا طبعا الجوع بيقل بنسبه 80 90%، ما ينتهيش خالص بس يقل بنسبه 80 90%، علشان في التكميم بنشيل قبه المعده اللي فيها الجريلين هرمون، ده مسؤول عن احساسي بالجوع. الجوع ما بينتهيش، بيقل بنسبه 90%، واما باكل اكل صغير احس ان انا شبعت خالص. هل في نوع رياضه معينه تنصحني بيها بعد العمليه؟ الرياضه اللي انا بحبها جدا ان احنا نمارس حاجات الكارديو اللي هو المشي او الجري والجيم. هل تثبيت الوزن بعد العمليه مهم او يمكن؟ يمكن طبعا. اول ما اوصل للوزن المثالي بتاعي اكون غيرت البيهيفيرز بتاعتي او عاداتي السيئه، اقدر احافظ على وزني مدى الحياه. الستات بيسالوا هل العمليات التكميم بتاثر على الحمل والرضاعه؟ بتاثر بالايجاب على الحمل، بتحسن الصحه الانجابيه. بالنسبه للرضاعه بالايجاب يعني بتحسن فرص الحمل. بتحسن فرص الحمل طبعا. بالنسبه للرضاعه لما اي واحده بترضع بعد 7 8 شهور من الولاده ممكن تعمل عمليه من عمليات السمنه، مفيش مشكله خالص. هل ممكن المعده ترجع توسع تاني؟ مستحيل، يعني اشاعه خاطئه جدا، مستحيل. المعده من رحمه ربنا بينا بعد سنه ونص ممكن تحصل لها تمدد بسيط عشان نقدر ناخد الاكل الطبيعي بتاعنا، لكن مستحيل توسع تاني. حتى الناس اللي وزنهم حتى بيرجع يزيد بيبقى عشان العادات السيئه، مش عشان المعده وسعت. لو مع التكميم معمول صح مستحيل الوزن يرجع تاني. ادويه الضغط والسكر بيحصل فيهم ايه؟ ادويه الضغط والسكر بينتهوا بعد العمليه، بس ينتهوا ازاي؟ دي النقطه اللي احنا بنقولها. لازم الدكتور بتاعك بيتابعك عشان يعمل لك جراديوال ويزدرول، سحب واحده واحده الادويه لغايه لما نشفى تماما من هذا المرض يعني المزمن. يعني في كثير من الاحوال الضغط ما بناخدلوش دواء، والسكر بيختفي ادويته من النوع الثاني، يعني ممكن يبقى دواء بسيط خالص قرص ولا حاجه، وساعات كتير ما بيبقاش. ناس كتير جدا ماشيين على الانسولين وبيبطلوه تماما. يعني وفي الانسولين النوع الاول بيقل، يعني لو هو حتى لو النوع الثاني لو هو النوع الثاني النوع الاول بيقل، ما بيقلش خالص طبعا عشان المشكله في الافراز نفسه، لكن بيقل الجرعات جدا. النوع الثاني لو اضطر كان ياخد انسولين لا ممكن جدا يخف منه خالص، بعد كده بيتحسن كتير. طبعا الكنترول الدكتور هو اللي بيحدد يعني. طبعا.